هو ليه دايما الامام بنلاقيه واقف في تجويف غريب في الحيطه؟ هو ده ديكور ولا وراه سر؟ يا ترى ايه فايده المحراب؟ فايده المحراب هو تضخيم الصوت. احنا هنشوف دلوقتي احنا في المحراب، لما نيجي نقف في المحراب ونتكلم الصوت هيبقى اعلى بكتير. وده فايده المحراب، هو على شكل نصف دايره وفي فوق حاجه بنسميها الطاقيه، وموجات الصوت بتخبط في المحراب في الجوانب وفي الطاقية فوق، تتجمع وترجع لكل المصلين أقوى وأعلى بكتير. المحراب ليه فوائد تانية كتير. المحراب هو اللي بيوريك اتجاه القبلة في المسجد. تخيل لو كانت حيطان المسجد كلها حتة واحدة، كنت هتعرف اتجاه القبلة منين لو انت غريب وما تعرفش المكان؟ ليه فايدة تنظيمية، لأنه لما يبقى المحراب موجود هنا ده معناه إن الصف هيبدأ من هنا من المنتصف ويمتلئ من على اليمين وعلى اليسار. كمان المحراب بيديك مساحة رهيبة إنك تطلع فيها شغلك، بين جمال وزخرفة المكان أو المسجد اللي أنت فيه. هنا أجمد مثال ممكن نضرب بيه المثل في الموضوع ده، واحنا هنا في قبة وضريح المنصور قلاوون، وده مصنف انه اجمل محراب لاجمل ضريح في العالم الاسلامي. هنشوف يعني تفاصيله رهيبة. شوف حد مسك محراب زي ده وطلع فيه التفاصيل التحفة دي. احنا كل ما نقرب هنطلع قطع صغيرة قوي قوي قوي، اصغر من الصابع بكتير في بعض. هو الحاجات دي حرفيا عبارة عن حاجات متركبة في بعض. يعني شايف دي قد صباعي تقريبا، اصغر قطع صغيرة متركبة. خلونا نبعد ونشوف القطعة دي جنب بعض عاملة ايه. حاجة في منتهى الدقة.